اهلا بكم في برنامج العالم، وانسونا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسامه حسن. اسامه حسن قلت لكم ده واحد بيحكي وبيغل تجاه النادي الاهلي اللي عملوا مرض نفسي وعمل نفسي، وعملوا نفسه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه فمسه ومنبع للتعصب. فتنه فمسه طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلو جدا تجاه النادي الاهلي اللي عملوا مرض نفسي وعملوا نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد. يعني طبعا هو بيحب ياسير الجلابه كانت تعصب فتنه، وبيحب الترند والله. طبعا اسامه حسن طبعا هو بيتكلم بشع عن النادي، جمهور محترم عن النادي، طبعا كلامه بينم عن التعصب والفتنه في مصر. طبعا كان كله كذب وافتراءات على النادي الاهلي بالحاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بالحاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد. يعني طبعا اسامه حسن طبعا هو بيت وش بترام، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في تصور منافق ومدلس وكذاب انه بيقرا وبيغل وبيحقد. والشر ما بتجاه النادي ده عمل مشكله، عمل عقده من السنين لانه بيقرا وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا يا فيكم بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل، وحاجه غير محترمه، وحاجه في منتهى تعصب فتنه. تعالوا شوفها كده. النادي الاهلي رايح بوفد اتحاد الكوره والحاج. والله والله ليه؟ عشان ضربه الجزاء. انتوا فشله في كل الملفات، كل ملفات كره القدم والمليارات اللي اترمت على الارض. جايبينها في حكم طبق القانون، حكم عظيم، حكم شريف. يعني والله عايز اقول لك اسامه حسن الاهلي هيفضل مجننك وهيفضل مربينا خفيف. كميه المرض النفسي من اسامه حسن، كميه مرض نفسي هتلاقيه في الفيديو اللي هو بيتكلم فيه، مرض نفسي تجاه النادي الاهلي. وهو مريض نفسه يعني بجد، يعني حقيقي واحد مريض نفسي مش طبيعي بجد. كلامه طلع بيقول يعني الكلام بتاعه ان هو بيعمله، ما فيش واحد طبيعي بيعمل الكلام ده. انا مش عارف ازاي بيطلع في برامج، يعني ما اعرفش، ما فيش واحد طبيعي بيعمل الكلام ده اصلا. يقول الاهلي راح بورد اتحاد الكوره ومش عارف، قال لك عشان بسبب الحكم ومش عارف ايه، وبيعمل حاجات يعني حاجات غير طبيعيه ما تطلعش من واحد، يعني الحاجات دي ما تطلعش من واحد عاقل حقيقي بجد. يعني بعد كده جه اتكلم قال يطلع من كل ده عشان حكم شريف وحكم كويس وحكم مش عارف ايه. اول حاجه عايز ارد عليك يا اسامه حسن، انت بتدعي اللي انت عامل نفسك اللي انت يعني انت ايه، بتقول بقى ان هو اللي انتوا عمركم ما عملتوا كده. عايز اقول لك بس افكرك يا اسامه حسن حاجه صغيره جدا. موضوع طبعا بتاعت القضيه بتاعت بيراميدز، لو تفتكروا يا جماعه، الموضوع بتاع بيراميدز لما احنا كسبنا في الاخر قضيه اللي هي بتاعت درع الدوري، في الاخر الاهلي بقى بطل الدوري. كان هو من اول الناس ان هو كان واقف مع بيراميدز، وانه بيقول لك ان احنا بيراميدز اتظلم، وكان معاهم دايما على طول اتحاد الكره مش عارف ايه، وكان بيعمل حاجات. ده يمكن هم الزملكاويه يمكن هم اكتر ناس كانوا هم تحس ان هم بيدافعوا عن ناديهم اللي هو بيراميدز، مش يعني كان هو اكتر المدافعين اسامه حسن. دي حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه تطلع بتقول على هو وافر اللي هو حكم شريف وحكم نازل. طبعا الطبيعي يا جماعه ما حدش يتفاجئ، وما هو الكلام زي ده الطبيعي يا جماعه، لان هو يعني واحد مش عايز الاهلي يكسب، ومش عايز الاهلي يبقى كويس، ومش عايز الاهلي كذا، وبيجيبها في حته ان هو ان الصفقات ومش الصفقات، بيجيبها في الحته دي. لكن انا كمعايا اي واحد، اي فرقه معاها صفقات، بس هو ايه يقول لك ايه، لا ما فيش العداله ومش عارف ايه. طب انت ذات نفسك لما فرقتك لما بيجي لها ظلم تحكيم، وانت فرقتك وحشه، بتقول انا قلت من سنه قبل كده انا فرقتي وحشه بس اديني حقي كحكم. لكن انت عشان محمود وفا فهو شايف ان هو حاجه كويسه بالنسبه لك ان هو منع الاهلي من هدف الفوز. وطبعا يعني طبعا بيدافع عنه اسامه حسن، بيدافع يقول لك شريف ومش شريف. لكن هو الموضوع ده لو حصل للزمالك كان طلع اسامه حسن وهاجمه، وطلع قال كلام قد كده كتير عليه، وهو عارف زي ما قلت لكم ان هي ضربه جزاء، لكن طبعا هيطلع يكذب وينافق ويدلس بالكلام ده. فعايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي دايما هيفضل مربي خفيف، ويفضل مجننك، ويفضل وجعك، ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا اسامه حسن قلت لكم هو بيحب ياسر الجدل بكام قطعه صفتنا، وبيحب الترند واللقطه. طبعا اسامه حسن طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. اسامه حسن اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.